السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ورب أشوفكم كده من المقبولين في الكليات العسكرية بإذن الله، ويا رب كل نفس في حاجة فيكم محججة. مبدئيا كده يا صاحبي، لو أنت لسه أول مرة تتفرج عليا أو مش متابعني، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لأن الفترة اللي جاية دي كلها هتفيدك في الاختبارات بتاعتك. تمام؟ دي أول حاجة. الحاجة التانية يا صاحبي، اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس كتير. تمام يا رجاله؟ تمام. الفيديو بتاع النهارده عشان مش عايز اطول عليكم، انا بحب اختصر في الفيديو. الفيديو بتاع النهارده هيتكلم عن تفاصيل اول يوم سحب الملف في الكليه الحربيه. تمام؟ هنا بقول كليه حربيه يعني بتشمل دفاع جوي، فنيه عسكريه، تكنولوجيا عسكريه، محاربين، طب بالقوات المسلحه، تمام، ثانويه عامه، ايا كان الكشف بتاعك او ايا كان التخصص بتاعك، انا هتكلم عن ده كله بالمجمل. تمام؟ لان ده كله هتمتحن فين؟ في الكليه الحربيه. تمام؟ يبقى عندك انت هنتكلم عن نقطه معينه دلوقتي، تفاصيل اول يوم سحب الملف. هتعمل ايه في اول يوم سحب الملف؟ تمام؟ وهتاخد ايه معاك انت رايح تسحب الملف؟ تمام؟ وهتروح امتى؟ تمام؟ وهتركب الكليه الحربيه من فين؟ تمام؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه خاصه بالموضوع بتاع اول يوم سحب الملف. تمام؟ بص يا صاحبي، اول حاجه هتركب الكليه الحربيه، تمام، من رمسيس. ده اقرب مكان او انسب مكان تقدر تركب منه الكليه الحربيه. ليه بقى؟ لان هيوصلك قدام الكليه بالظبط، قدام بوابه 4 اللي هتمتحن فيها ان شاء الله اول اختبار ليك. تمام؟ اللي هو السمات. سيبك من الحته دي اللي هي يعني العربيه تنزل قدام البوابه. ماشي؟ تمام. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، هتاخد ايه معاك انت ورايح تسحب الملف بتاعك؟ تمام؟ الحاجه المهمه هتاخدها معاك اللي هي البطاقه الاساسيه دي بتاعتك انت، البطاقه. تمام؟ تاني حاجه هتاخد معاك مصروف الملف. هي السنه اللي فاتت كانت 300 جنيه باين او 325 جنيه، خد معاك بزياده طبعا لان دي مش مضمون. ماشي؟ هتاخد معاك ايه تاني؟ هتاخد معاك الورقه اللي انت طبعتها اللي فيها الميعاد اللي هو تاريخ اليوم اللي سحب الملف بتاعك. فالورقه دي لازم تاخدها معاك، اطبعها مره او مرتين وخلاص كده، وخلي والدك يمضي من تحت. تمام؟ اقرار ولي الامر. لو مش موجوده خلاص ما تكتبهاش، مش قصه يعني. تمام؟ هتاخد ايه تالت حاجه معاك والاهم حاجه تاخدها معاك؟ بيان نجاح، لان في ناس كتير طبعا لسه ما خدتش شهاده التخرج، فتجيب افاده، تجيب بيان نجاح، اي حاجه تثبت انك انت ناجح في كليه كذا او خريج كليه كذا. تمام؟ تمام يا رجاله. ولو انت شخص خريج 2022 ثانويه عامه وقدمت على الموقع خلاص مفيش اي مشكله وحدد لك الميعاد، هتاخد معاك شهاده التخرج بتاعه 2022 او شهاده الثانويه العامه، لان 2023 طبعا مالهاش تقديم دلوقتي لسه غير بعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023. تمام؟ يبقى انت كده عرفت ايه اللي هتاخده معاك. ماشي يا رجاله؟ هقولهم تاني على السريع. البطاقه بتاعتك، وهتاخد معاك الورقه اللي انت طبعتها، وهتاخد معاك شهاده التخرج او بيان افاده او بيان نجاح انك انت ناجح في الكليه دي. تمام؟ تمام. ده اول حاجه هتعملها. او تاني حاجه هتعملها، ايه اللي هيتم معاك جوه الكليه الحربيه؟ تمام؟ او قبل ما ايه اللي يتم معاك، هتروح امتى؟ تمام؟ بص يا صاحبي، عايز تمشي بدري، تمام، روح بدري. ده خدها في اي اختبار دي. عايز تمشي بدري روح بدري، يعني روح على الساعه، البوابه هتفتح الساعه 6. تمام؟ فانت تكون يعني قدام البوابه الساعه 6 الا ربع كده، عبال ما تفتح البوابه، لان ناس كتير هتلاقيها موجوده، طابور كبير كده هتلاقيه موجود. ماشي؟ فده اللي هيحصل معاك. هتدخل كده الساعه 6 الصبح مثلا، البوابه فتحت ودخلوكم. تمام؟ ايه اللي هيحصل بقى جوه الكليه بالظبط، او ايه اللي هيتم معاك جوه الكليه؟ بص يا غالي، اللي هيحصل معاك هيقعدوكم كده كنت تحت الخيمه. تمام؟ هيقعدوكم تحت خيمه، هتروح داخل تسحب الملف بتاعك، هتدفع الفلوس، هتوريهم بطاقتك، وهتوريهم انت وداخل على البابا، هتوريهم ايه؟ شهاده الورقه اللي انت طبعتها، وشهاده التخرج او شهاده او بيان الافاده، وهتدخل عادي مفيش اي مشكله خالص، وهتستلم الملف بتاعك. هيسلموك ملف وثيقه واحده. تمام؟ هتستلم باقي الوثائق امتى ان شاء الله؟ لما ربنا يكرمك وتعدي الكشف الطبي. تمام؟ هتستلم باقي الوثائق بتاعتك. تمام؟ كل حاجه ليها وقت، هسيب الموضوع ده على جنب. ماشي؟ فاللي هيحصل معاك انك انت دخلت خلاص مفيش اي مشكله وسحبت الملف، هيقعدوكم تحت الخيام، هيجي لك عقيد، عميد، رائد، ايا كان الضابط او الرتبه اللي قدامك، هيجي لك تشرح لك هتملى الملف ازاي. تمام؟ وهيقول لك القيد العائلي بيتقابل ولا مش بيتقابل، التعذر بيتقابل ولا مش بيتقابل، وهيشرح لك كل حاجه. وكل اللي عنده سؤال فيكم يساله للرائد ده او النقيب او الرتبه اللي كانت موجوده قدامك. اي سؤال عندك اساله له، لان هو اللي هيفيدك اكتر واحد، بص، فوق ما تتخيل. تمام؟ فلو عندك اي سؤال اساله له. ماشي يا رجاله؟ تمام. خلصت كل حاجه تمام وقعدت والموضوع بتاعك انتهى، ايه اللي هيتم بعد كده؟ هتقول اروح؟ لا، انت عندك اول يوم سحب الملف، ده اول يوم اختبار ليك. انت كده بدات في الاختبارات اللي هو اختبار السمات. تمام؟ سواء محاربين او ثانويه عامه خريج 22 او كليه عسكريه او فنيه او طب او ايا كان الكليه انت مقدم عليها او دفاع او اي حاجه. تمام؟ فانت هتمتحن اختبار السمات. اختبار السمات ده ايه اللي هيتم فيه بالظبط يا رجاله؟ انك انت هتدخل كده نظام اوضه فيها 50 شخص، 50 جهاز كمبيوتر، كل واحد فيكم على جهاز كمبيوتر.
تمام. 50 سؤال هتجاوبهم في 10 دقائق. التايم اول ما تدوس هتكتب الرقم القومي بتاعك وهتكتب اسمك او هتكتب الرقم القومي بس، هتلاقي بياناتك ظهرت لك وهتلاقي التايم من فوق بيعد خلاص كده، وهتبدا الاسئله تظهر لك. تمام. هنزل لكم فيديو بالاسئله بتاعت اختبار السمات برضو، انا هنزل لكم فيديو للاسئله دي. ماشي يا رجاله. بس ايه اللي هيتم معاك بالظبط؟ انك انت قعدت على الجهاز خلاص كده، التايم يبدا يعد التايمر 10 دقائق معاك. ال 10 دقائق دول يا رجاله اول ما يخلصوا كده انت تكون المفروض خلصت الامتحان بتاعك. تمام. 50 سؤال او 55 سؤال في الحدود دي. طب الاسئله دي عباره عن ايه يا طارق؟ الاسئله دي يا صاحبي عباره عن اسئله عامه، اسئله عامه تمام عن مصر يعني بص يعني اي حاجه داخل مصر، سياسه، اقتصاد، علوم، حاسب، رياضه، الحاجات دي كلها. تمام. فالحاجات دي كلها بقى اللي هي انت الاسئله اللي انت هتشوفها في الاختبار ده. تمام. انتوا لما تيجي تدخلوا 50 واحد. تمام. لان هم 50 جهاز. اول ما خلصتوا كل حاجه تمام و50 جهاز كلكم قعدتوا عليه والتايم اشتغل وكتبت البيانات بتاعتك كده، انت دخلت في اول اختبار ليك اللي هو اختبار السمات. ماشي يا رجاله. كده انت خلصت الموضوع بتاعك واليوم بتاعك انتهى. هيقول لكم اتفضلوا بقى امشوا. تمام. وتابعوا الرسائل على التليفون. تمام. طبعا كلكم عارفين ان الرسائل هتجيلكم على التليفون، عشان كده انا حذرت ان اي حاجه لازم تخلي بالك منها. تمام. اللي هي ايه؟ لما تيجي تكتب على التليفون، لما تكتب على الموقع اكتب رقم تليفون والدك صح ورقم تليفونك انت صح، لان الحاجات دي بقى هي اللي هتجيلك عليها الرسائل. عشان تبقى عارف الرسائل مش هتجيلك على اي حاجه ثانيه. لو انت كاتب رقم تليفون والدك غلط او رقم تليفونك انت اللي غلط كده، عايز اقول لك انك انت تضطر تروح للاستعلامات عشان تصحح رقم التليفون بتاعك او رقم تليفون والدك عشان الرسائل تجيلك عليه. تمام يا رجاله. ده يعتبر تفاصيل اول يوم سحب الملف. ماشي. فالمعلومه اللي تخلي بالك منها تمام اللي هي ايه؟ انك انت تصحى بدري عشان تمشي بدري. ماشي يا رجاله. وان اي حد هناك يقول لك اعمل حاجه قول حاضر. تمام يا فندم. تمام. ما تشدش مع اي حد، شديت مع اي حد انت كده خلاص هو بنسبه 90% هيسقطك. تمام. تمام. طب النتيجه بتعتمد امتى؟ او النتيجه بتديك نتيجه لائق او غير لائق بناء على ايه؟ بيديك نتيجه لائق او غير لائق بناء على لا تقول لي على اجابات ولا تقول لي على مؤهلات الوالدين والحاجات دي كلها، هم بدماغهم. تمام. ما حدش يعرف السبب، ممكن يقول لك المؤهلات، ممكن يقول لك الاجابات بتاعتك اللي انت جاوبتها. تمام. فانت كل اللي عليك حاول انك انت تجاوب الاجابات الصحيحه، وانا زي ما قلت لكم يا رجاله هسيب لكم برده فيديو تاني فيه الاسئله دي. الاسئله دي اللي انا هديها لك هي اللي تحفظها او تخلي بالك منها كويس. تمام. بس انا هديك الاسئله لكن للاسف اجاباتها احيانا ممكن معايا وممكن مش معايا. ماشي يا رجاله. تمام. ده كل ما يخص تفاصيل اول يوم سحب الملف. ماشي يا ابطال. تصحى بدري يا صاحبي وتلبس لبس محترم، واهم حاجه النصيحه المهمه اللي تخلي بالك منها تكون حالق ميري. ما تعملش استشوار او ما تدرجش شعرك والحاجات دي، احلق ميري عشان ما حدش يرخم عليك ويقول لك امشي يا ابني احلق وتعالى. انسى اللي مقطع، اي بنطلون كاتنج ده تنساه خالص. تمام يا رجاله. اي حظاظه زي كده لا انساها، ما تلبسش اي حاجه في ايدك، خليك كده واحد ظابط هيئه داخله لهم من الكليه الحربيه جوه. تمام يا رجاله. ده تفاصيل اول يوم سحب الملف. تمام. لو عندك اي صاحبي اي سؤال، عندك اي استفسار صبري في الكومنت وانا تحت امرك في اي وقت. بالتوفيق لكم يا ابطال، وان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله، واشوفكم كده ظباط قد الدنيا. تحياتي ليكم طارق البدري.